السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم المهندس فايز الكميلي، استشاري تغذية وتطوير مصانع الأعلاف بالوطن العربي. طبعا انتشر الفترة الأخيرة موضوع الأمينو أسيد بروفايل أو اتزان الأحماض الأمينية أو تقليل نسب البروتين في تركيبات العلف بنط أو 2 بنط بحيث يقلل معايا التكلفة، وده طبعا بسبب أسعار الخامات العالية خاصة الصويا. الفكرة في اتزان الأحماض الأمينية أو الأمينو أسيد بروفايل إن أنا بنقلل نسبة البروتين الخام اللي هو الكروت بروتين وبنعوضه بالأحماض الأمينية المهضومة، لأن زي ما حضراتكم عارفين إن البروتينات في نهاية السلسلة بتاعتها بيكون أحماض أمينية وهي دي اللي بتمتص داخل الجسم. عشان كده احنا في علم التغذية بدأنا نشتغل على الأمينو أسيد بروفايل بحيث نظبط الأحماض الأمينية بتاعة تركيبة العلف، وفي نفس الوقت نقلل البروتين الخام اللي كده كده بينزل أصلا في الزرع وما بنستفادش منه، وفي نفس الوقت بيكون قللت التكلفة. طبعا بندخل على برنامج فيداك فورمولا الخاص بالمهندس فايز الكميلي ونجيب اتزان الأحماض الأمينية المهضومة. تمام. لو جينا هنا على الشاشة هنلاقي طبعا اني عندي هنا سلالة الكب، وطبعا خدت تركيبة البادي سوبر. لو فتحت البرنامج هنلاقي ان نسب الاحماض الامينية المهضومة عند فرض نسبة اللايسين 100% على حسب السلالة. ده الارقام دي موجودة في كتالوج السلالة، اللي هي لما بيكون نسبة اللايسين المهضوم 100% بيكون المصينين المهضوم 38 والمصينين سيستين 75 والتريبتوفان 16 وهكذا. طيب دي انا بجيبها منين النسب دي؟ لو فتحت معايا كتالوج السلالة هنلاقي عندي هنا الأحماض الأمينية المهضومة المطلوبة أو الستاندر بتاع سلالة الكب. تمام. هنلاقي عندي هنا وليكن في سلالة البادي لما كانت 100% فكان اللايسين 38 والمصينين سيستين 75 والتريبتوفان 16 وهكذا. النسب دي أنا بضيفها عندي في البرنامج. تمام. لو فتحنا البرنامج هنلاقي ان النسب موجوده. طيب تمام خالص. طيب انا ازاي بقى بوصل او بظبط الاحماض الامينيه المهضومه؟ لو فتحنا دليل السلاله وطلعنا فوق شويه كده هنلاقي هو كاتب لي هنا الاحتياجات الغذائيه. طبعا هو كاتب لي فوق البروتين والطاقه والكالسيوم والفوسفور والدهن والالياف. انا مش عايز كل ده، انا هننزل على جزء الاحماض الامينيه. هو كاتب لي هنا اللايسين عايزه 1.26. فاذا احنا عندنا قاعده ان لو اللايسين 100% النسب بتكون اللي احنا قلناها تحت. طيب انا لو عندي اللايسين 126، طيب هنيجي ناخد كده اللايسين ونكتبه معايا في البرنامج بتاعي 126 وابدا اشوف القيم الجديده. لما نسبة اللايسين بقت 126 اذا المصينين بقى 47 و88 من 100. طيب نفتح كده البي دي اف بتاعي واشوف ادي المصينين بقى معايا كام؟ بقى معايا 48. في البرنامج مكتوب كام؟ مكتوب 47 يعني تقريبا 48. تمام. طيب المصينين سيستين مكتوب معايا كام؟ مكتوب معايا 94 ونص. طيب في الكتالوج بتاع السلاله 94 ونص، في الكتالوج بتاع السلاله 94 تقريبا. يبقى اذا كده انا الاحماض الامينيه بتاعتي مظبوطه. لو قارنا كل المكونات اللي موجوده عندي هنا هنلاقي نفس النسبه. طيب انا عايز اجود، يعني ده اللي موجود في السلاله اللي هو لما يكون اللايسين 1.26 او 1.26. طب انا عايز اخلي اللايسين 1.4. يبقى اذا لما يكون اللايسين 1.4 او 140 تقريبا هيغير لي النسب دي كلها. يبقى اذا انا عملت احتياجات غذائيه جديده. تمام. عشان طبعا اللايسين ده يعتبر هو الاساس، ولما اللايسين بيتظبط بيبدا يظبط لي نسب الاحماض الامينيه عشان ما يكونش فيها خلل. لازم يكون فيها بالانس، توازن، عشان في الهضم ما يحصلش مشاكل. يبقى اذا لو انا عندي اللايسين 140 او 1.40 النسب دي هي اللي هتطلع لي. يبقى اذا هنيجي هنا عند دليل السلاله ده والمفروض يبقى عندي هنا 1.4، وطبعا النسب دي كلها هتتغير، وانا كده عملت احتياجات سلاله جديده بناء على الامينو اسيد بروفايل اللي انا ظبطته. تمام. طيب انت دلوقتي في البرنامج المفروض تكتب ايه؟ المفروض تكتب بقى هنا النسب الجديد اللي هي 1.4
وتيجي نازل 140 مثلا، 140 تيجي نازل تحت هنا تكتب المصينين المفروض 53 علامة 2، وتيجي كاتب المصينين سيستين 105. يبقى إذا الاحتياجات دي كلها وهكذا، الاحتياجات دي كلها اللي أنا هكتبها هنا أبدأ أضيفها في دليل السلالة. لو خشينا على دليل السلالة هنلاقي عندي البادي سوبر، وليكن الأحماض الأمينية اللي موجودة عندي هنا اللايسين مثلا مهضوم 1.26، خلاص ده هيبقى 1.4. ليه؟ لأن أنا عملت احتياجات سلالة جديدة، وهنبدأ بقى أغير المصينين والسيريونين والتريبتوفان وهكذا بناء على الأحماض الأمينية اللي طلعت لي جديدة على حسب البرنامج اللي أنا عملت له اتزان. يبقى إذن هنا الأرقام دي ثابتة على حسب السلالة. لما يكون اللايسين 100% بيكون المصينين 38، بيكون المصينين سيستين 75. طب أنا عايز اللايسين 140، بنغير طبعا النسب كلها بتتغير بناء على القائد بتاعهم اللي هو اللايسين. وطبعا ما ينفعش ان انا اغير المصينين اللايسين اخليه 140 واخد النسب الاساسيه، لا، في معادله ما بينهم ان اللايسين لما بيتغير النسب كلها بتتغير معاه عشان يكون عندي بالانس في الاحتياجات الغذائيه بتاعه الاحماض الامينيه. طبعا محتاج تعمل للنامي، مفيش مشكله، بتخش على النامي هنا اللايسين بتاعه 1.16، انت عايز تخليه مثلا 1.3 مفيش مشكله، بتكتب كل اللي عليك، بتكتب ال1.3 هنا، يعني 130 مثلا، هتلاقي كل النسب دي اتغيرت معاك للنسب المتزنه على حسب سلاله. طب احنا هنا بنستفاد ايه؟ ان انا بزود نسبة اللايسين وبناء عليه بيعمل لي اتزان للاحماض الامينية كلها. اول حاجة ان انا البروتين البادي وليكن 23 بخليه مثلا 21.5 او 21 كده، نزلت 2 بمط. ليه؟ لان انا زودت البروتين المهضوم، وده طبعا بيقلل لي من اضافة الصويا، وايضا بيزود لي الهضم، وفي نفس الوقت بيقلل لي الهدر بتاع البروتين اللي بينزل من غير ما يتهضم، وفي نفس الوقت بيقلل لي الاسترس على الطائر، لان انا بعطي الطائر يعتبر احماض امينيه جاهزه للهضم مباشره. تمام؟ يبقى انا قللت 2 بنط بروتين، ودولت هيقللوا لي طبعا مبلغ وقدره. ايضا هيعملوا لي اتزان في الاحماض الامينيه كلها، وطبعا هيكون الامتصاص عند الطائر هيكون عالي، وفي نفس الوقت هنقلل الهدر او الاخراج بتاع الطائر، بيكون في نسبه علف نازل من غير هضم، وده بسبب ان نسبه البروتين عاليه ومحتواها من الاحماض الامينيه طبعا بيكون الطائر غير قادر على هضمها. ولكن لما بعطي الطائر انا الاحماض الامينيه المهضومه بيكون سهل اني يهضمها بصورة سهلة. ده يعتبر فيديو مبسط عن الامينو اسيد بروفايل، وطبعا ده يعتبر طريقة بنستخدمها الفترة الحالية بحيث تعطيني انتاجية اعلى، وفي نفس الوقت بتقلل لي من التكلفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.